القصة اللي خلت صوت فيروز يسكن. أنا صار لازم أودعكم. بتتذكر آخر مرة سمعت فيها صوت فيروز؟ يمكن تقلي اليوم الصبح أو امبارح بالسيارة، بس أنا ما هيك قصدي أبداً. أيمت آخر مرة حضرتها على المسرح؟ ودايماً بالآخر في وقت فراغ. القصة بلشت من زمان كتير، من وقت ما توفى منصور الرحباني. بلشت ورثة منصور يطالبوا بحقوق الأغاني اللي كتبها والدهم مع عاصي الرحباني، وقالوا إنه ما بيصير نهائياً فيروز تطلع على المسرح بدون إذنهم أو بدون ما ياخذوا حقوقهم المالية والمعنوية بكل هاي الحفلة. القصة مو بس مجرد خلاف بين عيلتين، صار في دعاوي ومحاكم بالقضاء اللبناني. رفع ضد فيروز دعوى قضائية بتطالبها بالتوقف عن غناء عدد من المسرحيات والأغاني اللي كان منصور مشارك فيها بالتأليف، إلا إذا تم دفع المستحقات وتنظيم الحقوق. وطبعا هذا الشيء كان صعب كتير، لهيك القاضي أصدر قرار مؤقت بيمنعها من أداء مجموعة من الأعمال لحد ما يحسم النزاع. ومرة من المرات كان في عرض معلن لفيروز بكازينو لبنان، التذاكر قربت تخلص، الجمهور على دمه متحمس يشوف فيروز بعد غياب. شو بيصير؟ ورثة منصور الرحباني بيبعتوا إنذار قضائي لكازينو لبنان بإلغاء الحفل تماماً، وإلا ما رح يصير خير أبداً. الخبر نزل مثل الصاعقة على جمهور فيروز، نزلوا على الساحات ورفعوا الصوت ليطالبوا بالتراجع عن هالقرار. فيروز اللي غنت للشام وحلب وعمان والقدس وأغلب الدول العربية ما بقى فيها تغني. وين؟ بلبنان. صح فيروز غابت عن المسارح، بس قدمت لنا ألبومين رح يبقوا للتاريخ، في أمل وببالي، ورح يبقى صوتها مرافقنا كل يوم ولآخر يوم. وأنا بسمعكم حتى لو الصوت بعيد، حتى لو الصوت بعيد، حتى